السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نهاد ودي قناتي، ولو أول مرة تشوفوني أتمنى تشتركوا في القناة وتحطوا لي لايك وتدوسوا على زر الجرس من تحت علشان يوصل لكم مني كل جديد. النهاردة حبيت أشارككم الأكلة الجميلة ديت. بداية كده نبدأ بسم الله. معايا فاصوليا بيضة زي ما انتوا شايفين، بننقعها من بالليل او بتنقعيها على الاقل 5 ساعات علشان تديك التست اللي انت عايزاه. كده بعد ما اتنقعت كده، انا كنت نقعها من بالليل وحطيتها تتسلق، وهي بتتسلق بقى ولا بنحط كربونات ولا بنحط بيكنج باودر ولا بنحط ملح ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين بتتسلق في ميه وبس كده وخلاص. واول باول بتشيلي الريمه، عشان ديت الريمه ديت هي اللي بتبقى مطلعه كل الاكسده اللي في الفاصوليا او في اي بقوليات عامه. صفيتها بعد ما اتسلقت كده، ومعلقه سمنه معلقه زيت. نزلت بقى ببصلايه كده كنت مقطعاها كده مكعبات، او حابه تعمليها في الكبه اللي يريحك. المهم دبلتها كده في السمنه، وبتحطي عليها معلقه من الملح علشان ما تتحرقش معاكي وما تمرش، وفي نفس الوقت تديكي التست الايه او اللون اللي انت عايزاه في الشكل النهائي للبصلايه، يعني كده في التقليه. ومعلقه من التوم قلبتها كده زي ما انتوا شايفين. واول ما بتبدا التومه معايا تصفر كده او تتحمر، بنزل بالطماطم بتاعتي بعد ما اكون مصفياها كويس من البذر، عشان انا بحب كل الطبيخ بتاعي يبقى من غير بذر، بصفيها يعني كده. بسيبها تتسبك بقى، وبعد ما بتتسبك شويه كده زي ما انتوا شايفين بنزل بالفاصوليا بتاعتي، وبرده بسيبها تتسبك تاني. الفاصوليا تتشرب بقى من الطماطم بقى ومن التسبيكه كويس كده، وبملحها زي ما انتوا شايفين، ملح وفلفل وكمون. معلقه ماجي، مش عايزه ماجي حطي ملح اللي يريحك. وبعدين بنزل بقى عليها بقيمة كوبايتين مية او كوباية من المية كبيرة كده، وبسيبها برضو تكمل التسوية بتاعتها. خلصنا الفاصوليا كده، نخش على اللحمة. كان عندي كيلو من اللحمة الموزة، وفي حلة الضغط انا بحب اللحمة تحط في حلة الضغط، بصراحة بتديني تيست عالي جدا جدا من الشوربة. حطيت حبهان، ورق لوري، فلفل، كمو بتاع ده، عفوا، ماجي وملح. وزي ما انتوا شايفين اللحمة كانت زي الفل والشوربة كانت زي الفلين. خلصنا الفاصوليا وخلصنا اللحمة، نخش بقى على الايه، الرز. معلقة سمنة معلقة زيت، كوباية او كوبايتين من الشعرية زي ما انت حابة، وبتقلبيها لغايه ما بتحمر كده. هي مش محتاجه افتكاسه، بس انا حبيت اشارككم الاكله بتاعتي. وفي نفس الوقت في بنات ما بتعرفش تطبخ، يعني قلت يمكن الفيديو بتاعي يوصل لهم وتستفادوا منه ان شاء الله. لو وصلتوا معايا بقى هنا للفيديو بقى كده تبقوا من الابطال، واتمنى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش. بنقلب الرز بقى تقليبة كويسة كده بعد ما بنغسله وبنصفيه، وبنقلبه كويس جدا جدا عشان الرز بتاعنا يبقى مفلفل، يتشرب كده من السمنة والزيت بتاعنا كده، بيديكي احلى طعم، وهتشوفوه ان شاء الله في الاخر يعني بعد ما بغرف. وعندي شوربه بقى، طالما عندي شوربه بقوم ساقيه بيها الرز. ما عنديش بحط قالب الماجي او معلقه الملح، شويه الفلفل، شويه كمون، فص حبهان، وبنزل عليه بالميه المغليه. بس طالما عندنا شوربه يبقى لازم نعمل بيها الرز. وادي كمان الملوخيه ما كانتش راضيه تنزل الحله. دي ملوخيه خضراء، الشوربه طلعت كتير عليها، عملت شويه ملوخيه كمان زي ما انتم شايفين، وطلعت خفيفه بقى. رحت مزوده لها شويه ملوخيه العاديه خالص خالص. والتومه بتاعتي بقى المعتاده اللي هي خلاص خلصنا اي بيت مصري غرفنا بقى شرب شويه، خلصنا الاكل بتاعنا. وادي كانت النتيجه، وبالهنا وادي اللحمه والكل. ما تنسوش تحطوا لي